يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يساعدكم يا هذا، شلونكم وشلون الصحة؟ نقرأ لكم تعليقات، كم تعليق. أول تعليق لؤي العزاوي، الله ما شاء الله تبارك الرحمن، رحم الله والديك يا طيب. اسم بالأجنبي، أقول لك كابتن كم وجبة تنطي للطيور باليوم اللي جواهن صغار؟ أتمنى ترد حبيبي، تحياتي لك. هو اسم بالأجنبي علي، بس ما أعرف شنو. المهم حبيبي، أعطيهن وجبة واحدة أعشيهن عشاء زين، يعني أذب أكل بالمعلف وأخلي الطيور تتعشى وتروح تزق من تزق الفرخاتها، ترجع النوب تاكل تشبع، تروح تقعد بالمربعات يم بناتها، انتهت بعد. وجبة واحدة بس. تحياتي لك. اسم بالأجنب أبو عبوس الغالي، نورتنا والله. تحياتي لك أخوك أبو مالدينا، تحياتنا لك أبو مالدينا الغالي، تحياتي لك يا طيب. اسم أجنبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، عاشت ايدك، اللهم صل على محمد وآل محمد. جيش أسير، السلام عليكم، شلون أسوي الرس واحد وأكثر الطيور؟ تحياتي لك حبيبي. حتى لو تجيب لك خلينا نقول هسه مثل هذا الطيور 5 عفوا 6 8 10 طيرة وفحل، أذبهن بالخانات وأزق بيهن فرخاتهن، شي طلعن أبقيهن، ما أطيرهن وأروحهن، حرامات. يعني إذا أنت تريد تكثرهن ما أطيرهن وأروحهن، أزقهن وبقي فرخاتهن، أسوين همداية حالهن حال هذني، وأكثر بهن بالمربعات. كل ما يطلع عن طيرة وفحل يخلفن، ويطلع عن طيرة وفحل أزوج، وهكذا. تحياتي لك دحوم، ربي يحفظك يا طيب، معلومات حلوة، أشكرك حبيبي. اسم بالأجنبي، شوف هاي الطيرة وين بيضت بنت الكلب، ما بيضت بالمربع مالتها، ذبتها هنا بالقاع. أحوس صار لي ساعة بو عليها. اسم بالأجنبي حبيبي، بلكي هو ما كاتب بلكي تشرح لنا على اسم النقشات حمام، يعني شلون أعرف البزرق وحبره وغيره؟ صار تأمرنا أمر. هاي الطيرة البيضة، شوفوا شلون ذبت البيضة هنا بالتخرة. هاي الحبرية القجمة حبيبي، الله بالخير عليك. هي اسمك بالأجنب وما أعرفه. هاي بيتنجانية، هاي شوف النقشة مالتها، هاي بيتنجانية، هذا رماني، هاي طيرة، هذا رماني، هذا بيتنجاني، هذا حبري، هذا الفحل حبري. شوف هذا الفحل حبري، وشوف هذا الفحل بيتنجاني. شوف شلون اللون، هذا يقطع على سواد وهذا يقطع على زرق، لا يقطع على لون رصاصي يعني حبري. هذا حبري، شوف لونه نقشته، وهذا بيتنجاني، شوف لونه اسود. وتحياتي لك. صالح ابو نرجس، نورتنا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله، من بعد نورك حبيبي. ساجر الجبوري، انت معدل حبيبي، اشكرك يا طيب. طيور رصاصيات لبخ، حاط بس قلب الحب، هذا هم قلب الحب. حسين علاء، ممكن علاج البق؟ حبيبي علاج البق عندك هواي طرق له، هسه راح تقول له وهو اكو طريقة العلاج البق، تجيب بطل ابو الربع مال مي، الزرفة من فوق، الزرفة من فوق من يم القبق ماله ومن جوا، يعني الزرفة القبق ماله والزرفة مو من جوا، يعني شوية جاي من القبق، يعني جوا القبق الزرفة، وتخلي بيه نفط وتعلقه بسيم والشدة بالبراجة، بكل زاوية تخلي لك 1 2،
يعني هو كل برج تخلي بيه خلينا نقول 3 أو 2، راح تطلع الريحة مالت النفط، فالبق ما يبقى يشرد من الريحة مالت البق، العفو من الريحة مالت النفط. هاي وحدة. اكو يبيعون بخور مال بق، بخور مال بق تلقاه عند العطارين يصير ثخين، الشغله الواحد ب1000 لو ب2000، الشغله هم بالبراجه بس المغربيه بس العصريه، لان البق يلتم بس العصريه او المغربيه، الصبح الظهر بالليل ما تلقاه، المغربيه تلقاه اكثر شيء المغربيه يفتر بالبراجه، وتقدر الشغله بهذا الوقت تخلي لك فد كل برج ب2 وتنزل، او عندك خانات تشد لها سيم ناعم وتزق بيها. وتحياتي لك. اسم بالاجنبي، نورت الغالي مشتاقين، احنا الاشوق يا طيب. جيش اسير هم نفسه هذا، شلون اخلي الطير من اول نشه يطير؟ يعني ما جاي افتهمك، يعني هو طير اذا غريب او جلد، انت هاي 100% شيء اعتيادي، بس تقببه بعوده ببصله بكيس يخاف ويطير الطير، يعني هي ما تقبل غلط. اخو باشا العلياوي، تحياتنا لابو علي. ابو عباس لا تقطع بينا، استمر ربي يحفظك ويوفقك. اشكرك يا طيب. اسم بالاجنبي كاتب منور من بعد نورك يا الغالي. خلصنا التعليقات، هسه خلينا نروح شوية يم الطيور ذن المخاليف، جلدة فرخ. هذا صغير مال صيد، وهذا طوني اياه هدية البيتنجاني، هذا صغير مال صيد خلي اوديه اليوم الولد صاحبي. هسه خله خابره، اقول له لقيت لك واحد، استوني كنت يمه خطيه وصاني على صغار، قلت له والله قلت له انا عندي صغار مو ما عندي، قلت له بس جاي اطير بيهم، صدق انا عندي هذني وجاي اطير بيهم، هن 3 ثانيين زوج وهذا واحد، هن بس ذني واطير بيهم. هاي الطيور كلها بيضة ما شاء الله. هواي جاي يطيرون صغار. صار لي ساعة. لا تظل ما عليه. والله العظيم. ما ادري انا جيب لي من يفن. ما اعرف. ما ماك لا. جيب لي من ذنيك. قال كذا عزلت عطيله. اي العصر تروح تجيب لي من يفن. انت شفتها الجوال ولا؟ شفتها ما تصير. يا شباب لهنا وتنتهي حلقتنا، وان شاء الله ايش عندكم كتبوا لي بالتعليقات وانا خادم.